السلام عليكم، واش راكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو. مرحبا بكم عند اختكم. قولوا لي واش حوالكم، واش مدايرين، واش وليداتكم خدموا لكم في الاختبار ولا ما خدموش؟ كاين اللي يقول لك شوفوا راني خدمت وكل شيء صحيح والامتحان ساهل ماهل، ونهار يجيب النقطة يا دلالي يا دلالي يا دلالي واش نقول لك، يقول لك هذه خاطي ورقتي خلا بالك بدلوها لي. المهم يا ربي يوفقهم وربي ينجحهم وخلاه. قبل ما نبداو كالعادة نصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو الفيديو تاع اليوم على بركة الله. راح نشارك معاكم عولة الشتاء. راح نشارك معاكم المعجون تاع اليقطين، لأنه نعرفوا اليقطين راهي فيه فوائد ياسر 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 لا تعد ولا تحصى. وبديت لكم الفيديو اليوم بهدم المكسرات. ربي يحل ايامي وايامكم. البنات اليوم شوفوا راني نوعت بنتي، شريت هذا حبيت نمده لكم كفكره بالك تعجبكم. كاش واحده تحب تشري لوليداتها والله ما مش الوليدات، واحد يحب يقلش روحه بالمكسرات. شريت هذا، شوفوا البيدون هذا يجي مسيباري بالطريقه دي هاك تشوفوا فيه. شريته ب170 ألف. يجي فيه اللوز، يجي فيه الكاجو، يجي فيه الجوز، البندق، البيستاش. المهم حطيت لها وش كتب لها ربي. المهم نقسمه لها كل مرة كيف ما قلت لكم ننوع لها في المكسرات حتى نجيب العام بربي ان شاء الله. وجيت راح نشارك معاكم من لهنا المعجون تاع اليقطين البنات باش نديروا عولة الشتاء. هذا هو وقتها. شوفوا البري تاعها راهو ما شاء الله، الكيلو تاعها يدير 6000 7000. وشي ننصحكم بالكابويه هذه اللي تجي مبرج، هذه البراج يجيو مسيباريين الخضره، تلقاو فيها كيما نقولوا فيها اللحمه بزاف وما تلقاوهاش فارغه. كاين دي فوا والله نشريو هذيك اللي تجي اورانجي تحليها تلقيها فيها الخيوط هذيك بزاف وفارغه من داخل. انا لهنا شوفوا غسلتها ونشفتها ومن بعد قشرتها وقصيتها. شوفوا رقيقه، لا وزنت لا ميزان لا والو. كيلت قصيتها رقيقه وحطيتها في الصحن نكيل. كل كيله اللي نكيلها تاع الكابويه نفس الكيله نكيلها سكر ونقص منها مقدار صباع. ولا هنا واش زدت عليها، زدت عليها هذا شوفوا اللي ترونش هذا نتاع القارص. مشي بالحساب البنات. حطيت واش كان عندي، كنت تسمى كل مره من نستعمل القارص سواء في اللي بلا ولا حاجه ولا نعصره ونخليه في الفريجيدار، ومن بعد لميته كامل حطيته في المعجون تاعي. كيلت وحطيت هذاك السكر والقارص وخليته بات ليله كامله. اليوم الغدوه البنات شوفوا هذا الماء كامل ما حطيت حتى قطره ماء، تسمى كي تبات ليله كامله مع السكر هذاك يذوب. حطيتها على النار وخليتها شوفوا تغلي. حسبت لها من حيث بدات تغلي نصف ساعه قد قد، نص ساعه قد قد طفيت عليها. درك تشوفوها كيفاه بعد نص ساعه كيفاه نلقاها ساعه على ساعه نحركها. سيرتو في الاول باش ما يدير لكمش السكر في القاعده البرمه. وديما حطوا المعجون تاعكم طيبوه في برمه تكون ثقيله. وكل ما دير الرغوه دي حاولوا تنحيوها. لهنا شوفوا كي قربت باش نصور لكم. شوفوا لا فابور هذيك ميم التصويره ما بانت لكمش مليح. المهم شوفوا هذه الرغوه كامله نحيوها، لانه هذه الرغوه هي اللي راح تفزد لنا المعجون تاعنا كل ما تنحيوهاش. وتاني القارص لاسيديتي تاعو هذيك هي اللي راح تحافظ لنا على المعجون تاعنا. خليته لهنا شوفوا بعد ما فاتت نص ساعه شوفوا كيف تحصلت عليه. شوفوا هذاك اللون ما شاء الله. انا لهنا واش درت، حكمت البرا ميكسير وميكسيتو، نحيت القارص هذاك كامل شوفوا عصرته. هذا راح نرميه سي بون. والباقي حكمت لهنا بالبراميكسر وميكسيتو. اللي تحب ما تميكسيهش وتخليه كيما نقولوا تخلي هذاك اليقطين تاعها مقصوص كاريات. تحب الشكل تاعو هكاك تخليها. انا حبيت شوفوا نديرو شوي ومش نرحيه خلاه يولي يولي ما يبان. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه بعد ما رحيته. وشوفوا اللون تاعو كيف خرج ما شاء الله. يشهيكم في الجنه. شوفوا ديروه البنات سيرتو. شوفوا الفوائد تاعو عملنا به باللي راهو فيه فوائد كبيره وراح ينفع. شوفوا لولات الصغار مام الكبار كما نقولوا الولاد باه ما ياكلوه لكش حاولي تكلحيهم بالطريقه دي. ديريه لهم معجون، ديريه لهم في اللاسوب. المهم حطيت المعجون تاعي وجيت راح نشارك معاكم من لهنا. رانا في موسم الحمضيات والبري تاع القارص راهو ما شاء الله. الكيلو تاعو يدير 20,000 15,000. انا كل مره من نقا نشري ونخبي الزاز. تشوفوا نغسل هذاك القارص مليح نشفو ومن بعد نحكم الزاز تاعو نحيه شوفوا بالطريقه دي ونحطه في اللي بواطه ذنب باش نحطه في المجمد. نسحقوه سواء
كي نديروا الكواطو نعرفوا زازة القارص راهو عنده واحد البنه سيرتو اللي يموتوا على الحوامض هذيك. ما كانش يعني شكون اللي ما يشتيش القارص. زازت نحطه في لي بواط زيما هكا، ومن بعد هذوك الكعبات تاع القارص نقصهم دي ترونش بالطريقه دي، وهادو مالي من الفوق نحيهم البنات نرميهم غير الراس برك تاع الكعبه. لهنا نلقى الزراعه دي نحاول نحيها، ومن بعد هادو مالي ترونش نعرفوا نسحقوهم في لي بلا تاعنا. تسحقي ديري بهم الجي، تسحقيهم في قداه حاجه راح تلقيهم واجدين. واللي تحب تخبي الكعبات، انا تاني دي فوا الكعبات نحطهم كيما راهم بعد ما نغسلهم ونشفهم، نحطهم في لي ساشيت كونجيلاسيون ونخبيهم يقعدوا كيما راهم. لهنا شوفوا بعد ما جمدولي هاني نعدت لكم باللي ما يلصقوا لا في بعضهم لا والو. انا كي نحطهم في اللي ساشي الشريحه بحذا اختها، ومن بعد كي نشوفهم جمدوا نحيهم ونلمهم كامل على بعضهم يقعدوا كيما راهم ما يصرى لهم والو. هاي الكميه دي نعتها لكم بعد ما جمدت، وهذه الكميه درك نزيد نجمدها بنفس الطريقه وزست نحطه في اللي بواط. نروحوا للثوم اللي شاركته معاكم قبل. بعد شوفوا انا ما نخبيهش الروس هذوك والله نرحيه، ما يعجبنيش، انا ما ولفتش نرحيه يعني باه نخبيه. انا هذه هي الطريقه تاعي كيف نحتفظ بالثوم. شوفوا نعته لكم بعد مده ما خبيته في المجمد، ها هو لهنا هاك تشوفوا فيه، تشوفوا في لاكلاص لهنا يقعد كيما راهو. انا لهنا نخبيه بالطريقه دي. كل ما نحتاج نجبد وش مسحقه، نجبد حبه زوز ثلاثه، شوفوا كل كعبه وحدها ما يفسد لك ما والو. ونخبيه بيه بالقشره تاعو، نفصو من الروس هذوك ونخبيه بالطريقه دي، ما نقشرو ما والو، نخليه زي ما هيك. كي نسحق واش راح نخدم به نقشر واش محتاجه، نحطه في لي ساشيت كونجيلاسيون ونخبيه ما يصرالو والو. ديما البنات اي حاجه بصح تحطوها في المجمد اكتبوا التاريخ تاعها، لانه شوفوا تكملوا 6 شهور لازم تكونسوميو هذيك الحاجه اللي خبيتوها، لانه بعد 6 شهور هذيك الحاجه ما يبقى فيها حتى فايده، ومام البنه تاعها راح تروح. هاو الثوم تاعي كيفاه مخبيته يقعد على حاله ما يصرالو حد شي. نروحوا لهنا للمخللات تاع الفلفل الحار اللي شاركتها معاكم باش نعدلكم. شوفوا كيفاه خرجوا ما شاء الله، واحد الريحه غير تحليها ما يصرى لهم والو. هذا يدور لك العامل فلفل الحار يقعد كيما راهو ما يصرى له والو. هنا مخي خللت معاكم هذا زوز بلارات. ها هي هذه القزازه اللي كنت درتها الاولى، ومن بعد زدت درت البلاره هذه الكبيره. شوفوا درك نعدت لكم، نجبد لكم من البلاره ونجبد لكم من هذه تاع الزجاج، ونجبد لكم من تاع البلاستيك. دوك تشوفوا كيفاه، وكي تمسيه ثاني تلقاه شوفوا يابس وحاكم روحه، وذيك الريحه تاع الخل ما نحكي لكش. ينفع في الشتاء سيرتو يعود النو هذيك ومع مريقه سخونه وكسيره سخونه ما نحكي لكش، وقريم فلفل حار ما شاء الله. ان شاء الله برك تجربوها البنات مده. شوفوا تاع 7 ايام والفلفل تاعك واجد. شوفوا هذاك الكولار الاصفر كيفاه خرج، هاك تشوفوا فيه كيفاه يابس ما يفسد لك ما يروح ما يجي يقعد على حاله. نعرفوا دركا الفلفل الحار هو ماشي ويزيد في البري تاعو. دركا في وقت الشتاء تلقاوه يوصل حتى 20 ميل الكيلو. لهنا انا حطيت غير معاه كيما شاركت معاكم الثوم والخل والملح، وحطي شويه سكر حطيته في البلاره دي الكبيره. في تاع الزجاج ما حطيتش خلاص سكر. هاني نعدت لكم فيه زوز كيفاه باللي ما فسدوا ما راحوا ما جاو قعدوا كيما راهم. وشويه تاع زيت من الفوق كماده حافظه برك باش ما يدخلهاش الهواء. وديما حطوا المخللات تاعكم في مكان مظلم. انا ديما حطتهم في البوطاجي من تحت، لانه عم بالنا كي نقفلوا البيبان راح يجي ثم كاين الظلمه تسمى ما كانش الضوء. وها شوفوا الشكل تاعهم. نروحوا لهنا لليقطين والله الكابويه. شوفوا لهنا اللي قعدت لي، شوفوا كيف قصيتها ونخبيها في المجمد، نحتفظ بها نقشرها ونحتفظ بها مرصوات بالطريقه دي. نحب نديرها في اللاسوب، نحب نطيب بها الكسكسي. شوفوا ما يصرى لها والو. تقدري تجبدي كيما نقولوا تقصيها مرصوات صغار، كيما نقولوا لي تجبديه راح تستعمليه سيرتو الاولاد. هو تنفع بزاف الاولاد
ديما كلحوهم سوا في لاصوب تاع العدس، ولا معجون كيما شاركتو معاكم، ولا جي مع دركا يجي موسم التشينا اللي تلقاوها رخيصه، تخلطي اليقطين والزروديه والتشينا مع كعبه قارص، يجي واحد الجي بنه عظيمه. وراح شوفوا يمد لك فايده لوليداتك، وثاني ما يفيقوش بها ويتناولوها لك. نحاولوا ديما نكلحوهم باش ننفعوهم، غير بالحاجة كما نقولوا اللي تمد لهم فايدة. إن شاء الله ربي تعجبكم التدابير هذه وتجربوها. وقال لك كوني فحلة كي النحلة، ولمي كما نقولوا عولة الشتاء ما ينما لا تهز بالكعبة القمح حتى نتلم العولة تاعها. هكا كنت يا كوني فحلة سيداتي. لهنا شوفوا الحمص تاعي ديما بعد ما نطيبه نقسمه بالطريقة دي ونحطه في اللي ساشي يدم. كل ما نحتاج شوفوا راح نقسم غير الجهة هذيك، سواء ندير بها لي بات ولا واش راح نطيب. شوفوا يقعد على حال. وانا هذه الطريقه تاعي اللي نحتفظ بالحمص. وكان هذا هو الفيديو تاعي لنهار اليوم، ان شاء الله يا رب يكون فدكم ولو بالقليل. ولا عجبكم البنات الفيديو ما تنساوليش ديما الجام وتعليق حلو كيما نتوما، ونرحب بكل مشتركه دخلت للقناه جديده. ان شاء الله يا رب يعجبكم المحتوى ومشتركاتي الغاليات. ربي يحفظكم ويخليكم، دمتم في امان الله، سلام.